صباح الخير على مصر وشعبها الجميل. أي واحد يتمنى يروح يحج يعمل عمرة. طيب الحج فرض، وربنا قال سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا، صدق الله العظيم. يعني يكون عنده الاستطاعة الجسدية، الاستطاعة المادية، وهكذا. إنما العمرة يا جماعة مش فرض. العمرة مش فرض. العمرة دي تمتع وسنة. طيب احنا دلوقتي بلدنا بتعدي بأزمة اقتصادية صعبة جدا جدا، العملات الأجنبية مش متوفرة بسهولة، وفي ناس جشعة بتتاجر في العملة، وربنا يهديهم ويبطلوا الخراب ده. الناس بقى اللي بتفكر تروح عمرة، أقل عمرة دلوقتي حد بيروحها بتكلفه تقريبا 50,000 جنيه. طب في الظروف دي هيضطر يجيب دولارات ريالات عشان يسافر، وبالتالي هيحصل ضغط على العملة الصعبة. طيب ما في حاجة ممكن تتعمل وترضي ربنا سبحانه وتعالى ولا تقل عن ثواب العمرة على الإطلاق. إطعام الناس الفقراء، مساعدة الناس المرضى في المستشفيات. 3، الناس اللي ما دخلت لهاش المية، الناس اللي عايزة تتجوز، الناس اللي مش لاقية وظيفة. في مظاهر كتير جدا للاحتياجات والعوز ممكن يتصرف عليها فلوس العمرة، وربنا سبحانه وتعالى يضاعف ثواب لمن يشاء. فدلوقتي انت ممكن ترضي ربنا وتعمل عمرة لو رحت زرت معهد الأورام، لو رحت زرت مستشفى أبو الريش، لو رحت مركز الكلى. كل الناس اللي هناك محتاجة علاج بالألفات. لو تصدقت بفلوس العمرة دي أو نصها على حد محتاج، ربنا سبحانه وتعالى هيرضى، وهيبقى نوع من أنواع العبادة والعمل الصالح. واستكمالا للفيديو اللي اتكلمت فيه عن الناس اللي بتروح تعمل عمرة، عايز برضو أوجه نداء للمصريين بصفة عامة اللي بيسافروا لتركيا، لبنان، لأي دولة أوروبية بغرض السياحة. في مصر في أماكن جميلة جدا للسياحة الداخلية، ممكن نوفر العملة الصعبة ونروح نزور المدن اللي في مصر، في البحر الأحمر، في الساحل الشمالي، في الأقصر وأسوان. بلدنا جميلة جدا جدا في السياحة الداخلية، وده ممكن نعمل بيه رواج داخلي بدل ما يبقى فيه ضغط وطلب على العملة الأجنبية للسفر للخارج بغرض السياحة. نوفره. ممكن الفلوس القادرين على السفر للسياحة يصرفوا على دور الأيتام، البنات والأولاد محتاجين، دور المسنين. ممكن تخصص جزء من أموالك الخاصة للصرف على أعمال خير في ظروف اقتصادية صعبة البلد والمواطنين بيعانوا فيها. إنما إن إحنا نفرتك العملة الصعبة ويبقى فيه عرض كتير للجنيه المصري في السوق، ده بيضر كل المصريين بلا استثناء. فكروا بهدوء يا جماعة ومنطق، علشان بلدنا، علشان نحافظ عليها وبلدنا ما تتعرضش لأزمة صعبة هتضرنا كلنا وتضر بلدنا. ربنا يسترها علينا جميعا، ونكون فاعلين للخير لصالح الناس المحتاجين ولصالح مصر. إلى اللقاء.